بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وأوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في القرار. أهلا وسهلا بكم في هذا المساء البارد الساخن على فريق قلقلني في هذه الأمسية، أمسية البرايم الرابع. قد خرج 3 متسابقين من البيت يجمعنا. في هذا المساء سيخرج أحد المتسابقين من فريق قلقلني، وضعوا أنفسهم في دائرة الخطر. – 463 درجة. راحت عليك يا عبد. متسرع يا عبد الله. الإجابة خاطئة، خسرت 20 جرام. طيب شو الجواب؟ الجواب هو نبي الله يونس. نبي الله يونس. إذا السؤال الآن ينتقل إلى المتسابق. السؤال خليك جاهز. ايش تطقطق؟ ايش تطقطق؟ طلع المخ. طلع المخ. ممتاز يا صالح، يطلع زيادة بعد. كان في بالك انت تقول فرنسا؟ فرنسا، بس انا رحت للبرج، برج ايفل. ايوه، بحكم انه يعني عالي. اي بس فرنسا جبل شو اسمه؟ برج ايفل. اوه يا عبد الله، هذا السؤال خلفه 500 جرام. خلف رقم 5 يا احمد. ما شاء الله عليك، يبدو الخمسة لأنك شبيه بالخمسة. 500 جرام، ما شاء الله تبارك الله. رائع. 447 يعني عدد رائع يا صالح. صالح، فرصة كبيرة لأن تتخطى الزملاء في هذه المرحلة. معلش أعطيني الإعادة دي. أعطيك الإعادة. يقول السؤال: نهر ساو فرانسيسكو يقع في دولة تعتبر الأكبر في كل من أمريكا الجنوبية ومنطقة أمريكا اللاتينية، وهي 5 أكبر دولة في العالم سواء من حيث المساحة الجغرافية أو عدد السكان. فما هي هذه الدولة يا صالح؟ قول بسم الله. البرازيل. البرازيل. 447 جرام. البرازيل. نعم. إجابة نهائية صالح؟ إن شاء الله بإذن الله. يعني جميل هذا الإقدام وجميل هذا القرار، لكن 447 خسارتها جامدة. لكن الخسارة بعد المزاد، ما تكون خسارة الآن. هنا لو كان إجابتك خطأ فإنك لن تخسر شيء، ولو كانت إجابتك صحيحة تأخذ 447. صالح، إجابتك صحيحة. إذا صالح بنزيما يتعدى حقيقة، يحصل على ثاني سؤال على مجموع درجات عالي جدا. صالح، مبروك إجابتك على هذا السؤال، وكانت يعني خطوة مباركة في أن تقدم وتجاوب على مثل هذا السؤال. 447 جرام ليس بالعدد السهل. مبروك يا صالح. ومع البيت يجمعنا، والبرايم القادم بإذن الله تعالى، ومع امتداد لمسابقة جماهيرية كبيرة. الشكر لله عز وجل، وودعكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يزود بلايا، صار غصب علينا، شي ما هو بدينا.